سهم سبيد ميديكال من الأسهم اللي السوق كسرها نفسيا قبل ما يكسرها سعريا، ولكن السؤال، هل السهم خلص هبوطه ولا لسه فيه وقت؟ لو بصينا على الإطار الزمني الكبير نلاقي إن السهم داخل اتجاه هابط طويل المدى، وكل صعود سابق كان مجرد بول باك داخل ترند هابط. القمم أقل، القيعان أقل، وسلوك واضح بير ماركت ستراكتر. مناطق الطلب ديماند زون، أهم النقاط في الشرط. منطقة الطلب الرئيسية حوالين 22 ل26 قرش. المنطقة دي أوقفت الهبوط وحصل منها رد فعل وظهور سيولة شرائية. دي منطقة دفاع مش منطقة اندفاع، يعني شراء ذكي مش استعجال. الحركة الحالية دلوقتي السهم بيتحرك داخل قناة هابطة، قيعان أقل بشكل بسيط، لكن لسه مفيش بريك حقيقي. ده معناه إن السوق بيضغط قبل القرار. مناطق العرض أو السبلاي زون، عندنا 3 مستويات مقاومة واضحة جدا. 38 قرش أول اختبار حقيقي كسرها تغير في سلوك السعر تماما. مستوى من 54 قرش ل57 قرش منطقة تصريف سابقة كان موجود عندها سمارت ماني. مستوى 87 قرش لحد $1.04 منطقة زمنية وسعرية قوية، أي وصول لها محتاج تأكيد مش عاطفة. جزء من التحليل الزمني للسهم، الشرط الزمني بيقول حاجة مهمة. السهم في مرحلة تايم اكلوميشن، الحركة أفقية والسعر ثابت نسبيا، وده غالبا بيجي قبل حركة كبيرة، بس الاتجاه لسه محتاج تأكيد. سيناريوهات الضمن، السيناريو الإيجابي ثبات أعلى، مستوى 30 قرش، كسر مستوى 38 قرش بفوليوم، ساعتها نبدأ نتكلم عن البونص أو مش مجرد ترند شيفت. السيناريو السلبي، كسر مستوى 26 قرش وإعادة اختبار الطلب، وده معناه إنه لسه السوق مش جاهز. إدارة المخاطر، سبيد ميديكال مش سهم استعجال، دخول تدريجي، مفيش فول بوزيشن، القرار مع السعر مش مع التوقع. السهم اللي تعب ناس كتير غالبا بيكافئ اللي صبر وفهم مش استعجل. وبفكرك ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد منا، ولو حابب تنضم معانا لقناة التليجرام فاللينك هتلاقيه في البايو او في اول كومنت مثبت.